تفاصيل كثيرة تخص هذا المؤتمر وتخص البنود المختلفة التي أقيمت في هذا المؤتمر. كان ضروري ينورنا ويشرفنا الأستاذة الأديبة فاتن متولي، رئيس المؤتمر وعضو مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر ورئيس شعبة أدب الرحلات. أستاذة فاتن، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. منورانا. نورك. المؤتمر كان بعنوان العامية المصرية والمقاومة. ده كان في إطار فعاليات اليوم الأول اللي نظمته النقابة تحت عنوان العامية المصرية والمقاومة، وده أقيم بمدينة بورسعيد، وناقش علاقة الأدب بالمجتمع وتأثر الشعر العامي بالأحداث السياسية في المنطقة والفترات، حديث عن الفترات العصيبة التي مرت بها منطقة القناة وسيناء أيام الاحتلال الإنجليزي وأيام فترة نكسة عام 67 انتقالا لحرب الاستنزاف، وطبعا الدور المهم لأهالي منطقة القناة وسيناء في المقاومة الشعبية والنضال بالغالي والنفيس لحماية الأرض والوطن ضد الاستعمار والاحتلال. خلينا نعرف من حضرتك أكتر أهمية المؤتمر وكان الهدف من تنظيمه بالتفصيل. أولا برحب بحضرتك وبتلفزيون القناة بيوم جديد، دايما مصر في يوم جديد دايما. أولا اللي أحب بس أعرض الكتاب، كتاب المؤتمر، لأن كان كتاب ثري جدا وفيه مضامين مهمة جدا وبحوث كويسة جدا بتشمل مضمون المؤتمر. يعني العامية المصرية والمقاومة، العامية كانت تحت اسم نضال شعب. المؤتمر تحديدا بدون إسهاب يعني كان الشاعر الكبير زينهم بدوي السكرتير العام للنقابة كان حاضر، والشاعر الكبير جابر بسيوني رئيس لجنة الفروع للنقابات، وتحت طبعا إدارة مجلس إدارة نقابة الشرقية ومحافظات القناة وسيناء الشاعر الكبير إبراهيم حامد. كان أمين المؤتمر الشاعر الكبير السيد داوود، ورئيسة المؤتمر كنت أنا فاتن متولي. يعني عموما كان عبارة عن جلسة بحوث مستفيضة وبتتكلم عن دور المقاومة أو دور الكلمة في المقاومة للثلاث مدن ومعهم طبعا شمال سيناء. طيب، المصطلح الشعر المقاومة أو المقصود بهذا المصطلح وهي مظاهر النوع ده من الشعر. تعالى نتكلم عن الشعر عموما ونقول الشعر في المضمون إيه. الشعر في المقاومة، الشعر في حد ذاته مقاومة، يعني بنقاوم الملل، بنقاوم الإحباط، بنقاوم أساليب الركود الاقتصادية والاجتماعية. فالشعر في حد ذاته صوت مقاومة. تعال بقى على صعيد الاحتلال ودور الشاعر ودور القصيدة عموما في الأربع مدن، بورسعيد وإسماعيلية والسويس وشمال سيناء والشرقية. ده كان مضمون المؤتمر اللي بيتكلم عن النضال اللي قام به الشعراء، وكان يدا بيد مع الجنود المصريين. أنا كان ليا بحث في الكتاب بيتكلم عن أو باخد صور من أشعار ومن قصائد الشعراء الكبار في وقت ال 56 و 67. ساعة كان في كامل عيد في بورسعيد، وكان في كابتن غزالي في السويس، والصامدون في اسماعيلية. فهعرف حضرتك بس بعض النماذج كده اللي تناولها عم كامل عيد في بورسعيد. فضل. واتكلم عن، بيقول طول عمره عاشق للبلد، هي الحبيبة والولد، هي القسم، سبق وعظم للندى يوم الفدا، وصار العلم عالي على سار الهرم، ووسام على صدرك يا مصر، بشرى يا مصر ما تحزنيش، ابنك ما مات، رياض في موته، يا أمنا رج السكات، سمع الهتاف، شايفة اللي شايلاه الكتاف، ما كانش موت ده كان زفاف. وعم كابتن غزالي بقى في السويس، نفسي في وطن زي شهقة الفجر الجميل، بلا أي بلا مستحيل، نفسي في وطن الحب اسمه وكنيته، العدل رايته تراتيل صلاة وسجدته، نفسي في وطن يسمح لي أكون بلبل نشيده وغنوته. ده عم كابتن غزالي في السويس، وغنى برضو وقال ملعون يداء السكات، ملعون يداء الكلام الفاضي، وبلدنا مرعوشة الأمان،
والعدا دايس الأراضي ملعون يداء السكات. نيجي الإسماعيلية بقى، فوزي الجمل وحافظ الصادق لما قال ولا هنطاطي الجباه، دي بلدنا اتخلقت حرة والذل ازاي نرضاه. وكتب العثمانلي برضو: يا دنيا سمعاني أبويا وصاني ما خلي جنس دخيل يخش أوطاني. ويكمل ويقول: أحلف يمين الله الذل ما نرضاه، واللي يعادينا يكتب بإيده شاء. وهكذا توالت بعض القصائد اللي كانت يعني عبارة عن رفع الروح المعنوية للجنود المصريين على الجبهة. كانوا بيعملوا حفلات السمر وحفلات ترفيهية للجنود، ده غير المهام اللي هم كانوا مستبقين أصلا وبيقوموا بشغلهم مساعدة للقوات المسلحة. طيب، حاجة جميلة جدا. المؤتمر كمان ناقش مجموعة من الملفات، ممكن حضرتك توضح لنا ايه أهم الملفات اللي ناقشها المؤتمر؟ أهم الملفات زي ما بقول لحضرتك كان بيحتوي على عدة بحوث، من أهمها كان والجميل في الموضوع كمان ان احنا يعني كل بحث كان خاص بالبيئه بتاعته، يعني بورسعيد، اسماعيليه، السويس، شمال سيناء، كل محافظه ليها مفرداتها وكل محافظه ليها ظروفها وليها احداثها. فكان في عندنا في البدء ولد الادب مقاوما، كان للشاعر الكبير عبد الله المهدي. وفي سيناء الشعر البدوي مقاومه الاحتلال لدكتور سمير محسن. شعر العامية وتجليات المقاومة. نسمة رايقة في جو مصر كان للشاعر الكبير فتحي نجم. نماذج من شعراء المقاومة بمدن القناة، وده أنا قمت بالبحث عنه. وشعراء أو شعر العامية في سيناء كان للشاعر الكبير حاتم عبد الهادي. نماذج من شعر العامية في السويس كان للشاعر الكبير محمود جمعة. وكان بيتضمن بقى برضو الصور الإبداعية في قصيدة المقاومة في محافظة الشرقية للشاعر فتحي زيادة. كويس. حضرتك بقى بخلاف ان حضرتك رئيسة المؤتمر، فحضرتك في الاساس اديبه وشاعره كبيره، كان ليكي كمان مجموعه من الدواوين الشعريه وشاركتي بمجموعه شعريه في هذا المؤتمر، فممكن نسمع منهم حاجه. هقول لحضرتك حاجه بقى بمناسبه المقاومه والوطنيه والكلام ده. هقول: تحيا مصر. اتفضلي. تحيا مصر ومصر تحيا، بيها نحيا وفيها نحيا، بكره يلي جاي لمحنا، نور شمس الطفي روحنا، نور شمس الدفي روحنا، لما مصر تطيب جروحها. تحيا مصر ومصر تحيا. مصر يا أرض الكنانة، ليكي وسط الكون مكانة، رب حفظك وفي كتابه، والتاريخ قال عن شبابك خير جنود الأرض إحنا. تحيا مصر ومصر تحيا. مصر يمو ألف مدنة، كله رايح وانتي باقية، جات عليك كتير مكاره، واللي كاره لينا فرحة، واللي سابك وقت ما احنا، بكرة يجي ويصالحنا. تحيا مصر ومصر تحيا، رغم كل الحرب تحيا، رغم كل الحقد تحيا، رغم كل صعب فداكي. تحيا مصر ومصر باقية. تحيا مصر. جميل جدا جدا. طيب، المؤتمر زيه زي اي فعاليات مختلفه، بيكون فيه انشطه وبيكون فيه مجموعه من فعاليات جوه داخل جدول الاعمال، ولكن الاهم دايما بيكون فيه مكرمون. مين كان مرشحين او تم تكريمهم بالفعل في هذا المؤتمر؟ من ضمن المكرمون طبعا اللي كان بيحمل اسم المؤتمر دكتور عبد الرحيم الكردي، أستاذ دكتور اللغة العربية في جامعة إسماعيلية، وهو كان يعني بيعمل برنامج إذاعي مستمر هنا لفترة معينة، معنى الكلام. وكان البرنامج ده مختص برصد الكلمات العربية الفصحى اللي فعلا المواطن المصري بيستخدمها. كان من الشعراء برضو المكرمين الشاعر الكبير نبيل مصلح من الشرقية، كان جمال أحمد حراجي من الإسماعيلية، وشاعر حاتم مرعي من السويس، والشاعر عبد القادر عياد من محافظة سيناء. في محافظة بورسعيد واللي دايما هي سباقة بمواهب، ودايما عندهم مواهب كتير جدا في كل المجالات، ولكن بالأخص في الموهبة الشعرية. أخبار المواهب عندكم إيه، وإزاي نقدر ننمي المواهب الناشئة ونشجعها؟ المواهب عندنا في بورسعيد طبعا لا بأس بيها، يعني في أصوات شعرية كويسة جدا من شابات وشباب بورسعيديين حقيقيين. من خلال أنا كدوري يعني كرسالة أن أنا بتبنى المواهب من 15 سنة، عاملة صالون ثقافي بيشمل يعني إزاي أن أنا أقدر أن أنا أعمل ورش تدريبية للكتابة، فنون الكتابة عامة، يعني إذا كانت قصة أو رواية أو مقال أو شعر. بنعلم الشباب فيها كيفية كتابة القصيدة، بنعلم فنون العروض،
ازاي المقالة بتتكتب، ازاي الرواية بتتكتب، ازاي القصة بتتكتب. بنأسسهم يعني من البداية خالص من خلال الصالون الشعري، ومن خلال بعض الملتقيات والمنتديات الثقافية اللي موجودة في مناحي مختلفة. انا كنت عايز بشكل عام اعرف ايه الطرق اللي ممكن الشباب يتخذوها علشان ينموا موهبتهم بشكل مختلف. يعني حد عنده موهبة شعرية ممكن يعمل ايه علشان الموهبة دي تنمى؟ يقرأ كتير، يحضر أمسيات أدبية كتير، يروح أصول الثقافة، يعمل ايه؟ انا دايما يعني نصيحتي للشاب الموهوب، لان لازم يكون في موهبة الاول. يعني انا لما بشوف الموهبة قدامي بقدر احدد انه يكمل او يعني يقتصر انه يكون متذوق، لان الموهبة هي اساس اي شيء. فلما بسمع الموهبة عندي بقدر ان انا اقول له انت هتعرف تكتب قصة او هتعرف تكتب مقال. يعني انا بعرف هو كتاباته ايه النوعية، الجنس الادبي اللي ممكن يتميز فيه، من خلال ان انا بتعرف على موهبته في الاول. بعد كده زي ما قلت لحضرتك ان انا بحضره لعمل ورش، وبيقدر ان هو يحضر بشكل عملي ويكتب. انا في العموم بقول لاي حد عنده موهبه حاول تخرج اللي جواك في شكل سطور، امسك ورقه وقلم واكتب، اكتب كل مشاعرك، شوف هي هتوصل ليه، هتكون في شكل نموذج قصه، هتكون في شكل قصيده. كويس، حلو. بعد كده بنحطهم على الطريق السليم، وبنجهزهم لعمل ورش بقى في اي جنس ادبي موجود. طيب، اكتر انواع الشعر قربا لقلب حضرتك بتحبيها اكتر، وفي قصيده معينه ليها مكانه معينه عند حضرتك بتحبيها اكتر ممكن نسمعها حتى للجمهور؟ القصائد النثريه عامه والقصائد العاميه هي برضو قريبه. يعني ما اقدرش انا بكتب القصيده العاميه والقصيده النثريه، لكن كل حاله بيبقى لها ظروفها، وكل حاله بيبقى لها مشاعرها. فزي الاولاد بالظبط، كلهم معزه واحده، ما فيش حد بياخد اكتر عن الاخر. صحيح. يعني طيب، ممكن نسمع ايه للجمهور دلوقتي؟ هقول بحبك والحنان سرسوب عسل، والحنان مرسال بيسرسب الإحساس كلام، ودة وصل. بحبك وانتي حباني، فما تخليش الحياة تاني تاخدني بعيد، ونتغرب ونبقى في المسافة حدود. فليه تاخدي من رصيد دموع؟ تعالي وعيشي في عيوني كما مولود بيرضع من الحنان سرسوب عسل، والعينين مرسال بيسرسب الإحساس كلام، ودة وصل. بحبك يا مصر. جميل جدا جدا. طيب، حضرتك لسه في ديوان شعر صدر حضرتك يوم الخميس اللي فات، ممكن نعرف قصيدة منه بعنوان كام؟ الديوان كان فايز بجائزة النشر للهيئة العامة لأصول الثقافة السنة دي، الحمد لله. هو عبارة عن قصائد نثرية اسمه الغرف المغلقة. كان في مناقشة جميلة جدا في مكتبة مصر العامة في بورسعيد، حضرها الناقد الأدب الكبير دكتور عايدي جمعة من جامعة أكتوبر، في جامع يعني غفير الحمد لله من الأصدقاء ومن المثقفين بورسعيديين ومن محافظات الشرقية والسويس. كان في عدد كويس جدا. كويس. هسمعكم قصيدة. هي الغرف عبارة عن 27 غرفة بيتكلموا عن طبيعة الموت، وليس الموت فقط بالجسد ولكن الموت المعنوي أيضا. فاخترت لكم الغرفة رقم 7. بتقول: للملح طعم السكر، حين ينزوي عصفور الكناري وحيدا، يعاني برد القطع المحطمة من قلوب أتعبها سفر طويل. من قتل إيكار المسكين، من حاول التسلل عبر نهر الحلم الطيب، من حاول التسلل عبر نهر الحلم الطيب. غريب جدا أن تسألني وأنت لا تهتم بوضع أسئلة حيادية، فهل للإجابة منطق؟ مدار الفوضى يسلمنا لخريطة مصلوبة فوق فوهة البركان. قلاعك افتراضية لا تعني النجاة، فقط هي أسباب معلقة على شفاه الموت. ما طعم السكر وما طعم الملح؟ كليهما لون واحد وعذاب واحد. من يثير شهيتي لفرح قادم عبر أغنيات البحارة العائدين وجنود منتصرين، تنتظرهم نساءهم بالحلم والزهر. علكة الليل تخبرني مذاقا مختلفا، فأمسيات البرد والشتاء ينتحر فيها القمر. تزهو شياطين الظن تلسعك كحية القبرة في نشوة تتلوى،
فيقطر طعم الملح والسكر. جميل. طعم الملح والسكر. فكرة التقسيم الكتاب أو الديوان ل 27 غرفة مغلقة دي كانت فكرتها إيه؟ هي فكرة الرقم 7 في العموم، يعني بالخلفية التاريخية والخلفية الفرعونية، إن دايما رقم 7 ده رمز يعني محبب للمصريين، بيبقى فيه خير، بيبقى فيه سعادة، غير إن هو مقسم برضو على أيام الأسبوع، 7 أيام الأسبوع، فجت الفكرة كده متتالية يعني. فكانت فيها 27 غرفة، كل غرفة ليها موت مختلف وشكل مختلف وطعم مختلف. جميل جدا جدا. ايه اللي ممكن يكون عند حضرتك قادم في الفترة اللي جاية؟ القادم ان شاء الله بحضر، انا رئيس شعبة ادب الرحلات، بنلتقي بضيف مميز ان شاء الله، نخليها مفاجأة الحلقة الجاية. ادب الرحلات فكرته ان احنا بنحط الضوء على الجنس الادبي ده، لانه نادر جدا او ما فيش يعني سبوت كبير عليه، فحابين نعرف الشباب ونعرف المثقف يعني ايه ادب الرحلات وفايدته ايه واهميته ايه، وبالذات في الفتره دي ان احنا لازم نركز عليه قوي كنوع من انواع الدعم للسياحه، من نوع الوعي للمواطن يروح اماكن حلوه جدا في بلده، فدي مهمة جدا ان شاء الله الفترة الجاية. طيب ادب الرحلات مستقبله او وضعه الحالي دلوقتي في ظل مثلا وجود السوشيال ميديا ووجود ناس كتير بتعمل تدوين بالكتابة او بالتصوير او بالفيديو، ممكن يتأثر الفترة الجاية ولا لا؟ ده كان مناقشة للندوة اللي فاتت مع استاذ عادل سنهوري رئيس تحرير جريدة اليوم السابع فعلا الشهر اللي فات، وكنا بنتكلم عن تأثير الميديا ومساهمتها في ان هي بتساعد وبتعزز دور ادب الرحلات. دور ادب الرحلات زمان كان ابن بطوطة زي ما احنا عارفين والبيروني وغيرهم من الرحالة العظام، كان بيقتصر على الكتاب وان هو يدون كل ما صدفه او كل ما مر بيه من مواقف واحداث وعادات وتقاليد وحتى الطقس والشكل الجغرافي لاي بلد. لكن اعتقد دلوقتي بدأت الصورة تساهم جدا في ان هي تعزز دور ادب الرحلات. انا ما بشوف كل بلوجر مثلا او اي رحالة بيسافر البلدان كتيرة وبيصور البلد اللي فيها، بيصورها بكل تفاصيلها بقى وبكل المناخ وبكل البيئة المحيطة بيه، فاعتقد ان فعلا عزز دور ادب الرحلات وخلى الناس تبص كويس جدا. بس انا اللي بناشد بقى الدراما المصرية فعلا ان هي تحط ادب الرحلات ده تحت المنظار شويه عندهم، ويكون ليه مساحه كبيره قوي في الدراما علشان صحيح. تلفت نظر المواطن للنوع ده من الادب. صحيح. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا ديبا والاستاذه فاتن متولي، شكرا لحضرتك. انا اللي بشكر حضرتك جدا، يوم جديد ويوم سعيد ان شاء الله، يوم سعيد على حضرتك ان شاء الله، ويا رب تكون نهايه اسبوع سعيد على حضرتك. شكرا جزيلا. خلينا نطلع الفاصل ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم فقراتنا في يوم جديد، خليكم معانا.